خلاص خلصته. انا بقى ليا وجهة نظر وما حبيتش اقولها في الاول خالص، مع اني انا من الناس اللي كانت متابعة الموضوع من اول مرة اتكلموا عنها. الموضوع اللي جاي اتكلم فيه النهاردة بتاع الفنان اللي ساب مامة بناته، وبيقال ان هو ارتبط بفنانة تانية. انا ليا وجهة نظر في الموضوع ده وجاية اقولها، وبعدين جاية كده اكشف حقيقة مش عارفة هي ما خدش، يعني في ناس كتير ما خدتش بالها منها من اول الموضوع. اولا طبعا كله عارف الاحداث، ان هو في الاول اتسرب خبر للصحافة، بيقال ان اتسرب خبر للصحفيين عن طريق صاحبة الفنانة المتهمة عشان تنتقم لصاحبتها بعد اللي حصل. اولا هو اللي حصل كانت كلام اتقال واتقال بعد كده ان هي اشاعة، وما خلاص ما حدش لا اكدها ولا نفاها، وخلاص والموضوع خلص، فليها تنتقم. بس في حاجة احنا مش واخدين بالنا منها. الخبر لو اتسرب للصحافة ففي شخص اللي سربوه، مين هو بقى؟ تعالوا نرجع كده بالأحداث لورا شوية، هنلاقي ان في كانت قضية دايرة كده، كانت معركة، عركة على رأي الاسكندرانية، عركة كانت دايرة كده ما بين مين؟ ما بين إعلامية وولاد الفنان الكبير مش الفنان الصغير. طبعا كانت على السوشيال ميديا بقى، مش قادرة اقول لكم، يعني انتوا كنتوا شايفين بوستات بقى وكلام ومش عارف ايه. وبصراحة الفنانين كلهم ما حدش فيهم كذب خبر، كلهم بصراحة اشهد الله ان هي كانت مش عارف ايه، اشهد الله انها كانت على ذمته. تمام. اتكلموا كتير بقى اعلاميات وفنانات، ووقفوا مع ايه؟ مع صاحبتهم الاعلامية. بس انا في الوقت ده رأيي الشخصي، يعني انا احترمت ولاد الفنان الكبير. ليه بقى؟ بالصمت، في لغة صمت كده حلوة، يعني في وقت اللي هو ايه، احتراما لباباهم اللي مات، واحتراما لكيانهم ولشخصياتهم، ان هم فنانين وان هم ما يخصش الناس خالص حاجة غير فنهم بس. فاهم؟ التزموا الصمت. لكن طبعا صاحبتنا التانية بتاعت شو، فيديوهات بقى وبوستات وحاجات ومش عارف ايه، مش مشكلة، فضايح عادي، عادي الفضايح عادي مفيش مشكلة. فدلوقتي بقى لو ركزنا هنلاقي بقى مين اللي كان ليه مصلحة ان ينشر دلوقتي ويسرب الخبر للصحافة، الا لو كان حد عايز ينتقم بقى، ما هو اللي حصل له بقى بتاع ده، وكان يعيني بيهاتي محدش بيرد عليه. فدي نقطة، دي اول حاجة، يعني كده عرفنا مين اللي سرب. طبعا دلوقتي هنرجع ونقول الاعلاميات برضو كتر الف خيرهم، يسكتوا ما يسكتوش. انتي بنت مين انتي؟ يعني الفنانة المتهمة بالنسبة لهم انتي بنت مين؟ انتي يا بنت امبارح، ده التانية عشرة عمر يعني. فلازم ايه؟ نجامل، ولازم نطبل، ولازم نتكلم. احنا شفنا بعينينا؟ لا. احنا عايشين معاهم في البيت؟ لا. احنا نعرف مين الغلطان او مين مش غلطان؟ لا. في حاجة تاني حاجة، واحد خلاص قرر ان ينهي حياته مع زوجته، احنا مالنا؟ ارتبط بواحدة تانية، احنا مالنا؟ حياته هو حر فيها. انا وجهة نظري برضو الشخصية كست، واحد عايز يمشي يمشي بالسلامة، واحد اختار انه يسيب الحياة ويمشي ما يمشي، ماسكة فيه ليه؟ عشان ايه؟ تمام. ونسمح لأطراف خارجية تدخل، اللي هو ايه كانت بتقول لها ايه؟ ما علينا. في اعلاميه كده طلعت قالت لها ايه، بتتفرجي على الفيلم مرتين ومش عارف ايه والكلام ده كله. كلام لا داعي له، يعني ملوش اي لازمه. كلام احنا زي ما بنقول هرتله، ايه لازمته؟ اصل مش عارف ايه، والفنانه بتعيبوا ليه في الناس؟ انتوا ليه بتعيبوا في الناس؟ وليه ليه اديتوا الحق لنفسكم انكم تخوضوا في اعراض الناس؟ مالكوش دعوه. ما اللي يتجوز يتجوز، واللي يطلق يتطلق، واللي يسيب يسيب. تاني حاجة برضو ام بناته عملت حركة برضو حسيتها ان هي لا، يعني هي مبسوطة بالشو. تمام. انا خلاص وصلني خبر طلاقي في ستوري على الانستجرام. يا حضرتك يا استاذة، الانستجرام كله والفيسبوك والسوشيال ميديا كلها عارفة بقى لها يومين اللي انت هتطلقي.
احنا كشعب عارفين قبلها بيومين ان حضرتك الوحيد اللي ما كانش عندك خبر. فوجئتي مش عارف ايه، ويطلع بعد كده المحامي يقول لك ايه، لا اصل خبر الطلاق ما تمش مش عارف ايه. هو الراجل ما قالش ان انا طلقت. والله الراجل يعني ركزوا كده في الستوري، الراجل ما قالش انا طلقت خلاص، قال الطلاق شرع ربنا. تمام، في بدايه الجمله، وبعد كده كمل كلامه بمعنى ان هو خلاص يعني الحياه ما بينهم انتهت. عايز يوقف المهزله اللي دايره، عايز يوقف الناس اللي خدته محتوى بس. فدي حاجه برضو الراجل يعني ساكت وكاتم يعني كتير كتير. وللاسف ام البنات فرحانه بالشو اللي معمول على ابو بناتها، حتى لو هو قرر ان هو يسيبها. المفروض يبقى فيه رقيه اكتر من كده. لا فرحانه. وبالعكس ده الفولورز بتزيد والكوليكشن بيعلى. فتحسي كده ان في حته بيزنس في الموضوع مش وطبعا في حد تاني مبسوط فرحان قاعد بقى خلاص الدنيا بقى مولعه وقاعد يتفرج على سن ربنا بيجيب له حقه يعني. بس في طرف تالت بقى في الموضوع اللي هي المتهمة اصلا حاطين عليها حطة يعني. وبعدين في كم نفاق مش طبيعي يعني، انتوا عندكم يا جماعة نفاق غريب. يعني في مذيعة طلعت اخت فنانة، قالت خطفت رجالة وقالت وقعدت واتكلمت. بعد كده اول ما اتخذ اجراء رسمي وتقدم فيها بلاغ، اعتذرت. اعتذرت، انا اسفة، انا بعتذر، انا مش عارف ايه لا وايه بقى، مش نعتذر ونسكت بقى ونقفل بقنا، لا ده احنا نقول ايه، احنا نقول اصل احنا بنعتذر عشان مش عارف ايه، والاعتذار شيء كويس ومش ماشي تمام. طب استفدتوا ايه بقى؟ جاملتوا الفنانه الاولانيه، جاملتوا الاعلاميه الاولانيه، واتكلمتوا واتعملتوا وعملتوا حمله على الست مجرد ما اتحركت اهي، ما اتكلمتش، اتحركت رسمي نزل اعتذار. الفنانه اللبنانيه برضو لما اتكلمت ودافعت عن الفنانه المصريه، طلعت حد اعلاميه تقول لها انا ايه، اقفلي بقك ومش عارف ايه. طب احب اقول لكم على حاجه، الاعلاميه اللي طلعت قالت كده هي زوجه تانية، وحياه ربنا زوجه تانية. طب ايه بقى؟ ايه؟ بضاعه اتلفها الهوا. ايوه انا افتكرت صاحبه كلمه بضاعه اتلفها الهوا. تمام. دي زوجه تانية للمعلومه. ايه بقى مشكله حضرتك؟ ما انا يعني يا جماعه ما بقاش بيتي من الازاز وحد في الناس بتطوب، ما هو هيتردلي هيكسر ازازي. ف بجد في كم نفاق مش طبيعي. خدنا في اعراض ناس عشان ننافق بعض. انتوا متخيلين كم بالذنوب؟ يا نهار ابيض عليكم. ما كل واحد يحط لسانه في بقه، اللي يتجوز يتجوز واللي يطلق يطلق وربنا يوفق الجميع. ايه مشكلتكم؟ خلاص كلكم بقيتوا خلاص مصلحين اجتماعيين، خلاص كلكم بقيتوا خلاص ايه، متعاطفين مع ام البنات. انا مش متعاطفه مع حد. ام البنات راضيه وقابله بكده. اول ما نزلت الستوري راحت هي رده بستوري تثير بيها الجدل. ما رديش بستوري ان هي خلاص بقى تنهي الموضوع وتقول خلاص تمام، لا لازم نثير الجدل ولازم نفضل بقى في تعاطف ولازم بقى نحط على الناس التانية. ليه ده كله؟ عشان خاطر ايه؟ كرامه؟ انت كده اللي وحلتي كرامتك. بس فده الكلام اللي انا كنت عايزه اقوله، ودي اللي انا شايفاه من وجهه نظري الشخصيه. عجبتكم عجبتكم ما عجبتكوش وانتوا احرار، وكل واحد فينا ليه وجهه نظر. بس كده. السلام عليكم.